واخيرا تحقق الحلم. من بعد 30 عام ديال المحاوله، المغرب غيستضيف كاس العالم. To host the FIFA World Cup 2030 will be the joint bid of Morocco, Portugal and Spain, where 101 games will be played. مبروك على المغرب. في اقل من اسبوع المغرب قدر يضمن استضافه كاس افريقيا 2025 وكاس العالم 2030 رفقه اسبانيا والبرتغال. في هذا الفيديو غنفهموا القصه من الاول، وغنجاوب على كاع الاسئله اللي كيدوروا في بالك، وغنجاوب حتى هاد خونا الجزائري اللي دار هاد التدوينه اللي ملغومه واللي حاشا يكون كيمثل اخواننا الجزائريين. غنجاوب على واحد الهضره كتقول كاس العالم غيتنظموا في 6 ديال الدول، واهم المباريات اللي هي مباراه الافتتاح غتقام في الاوروغواي، الارجنتين والباراغواي. اذا هاد التنظيم غيكون ناقص. اولا خصك تعرف باللي كاس العالم 2030 مميز حيتاش غنحتفلوا فيه بمرور 100 عام على اول كاس العالم دارت. داكشي علاش تعطى بالاضافه المغرب والبرتغال واسبانيا، الاوروغواي والارجنتين والباراغواي تلعبوا بعض المباريات في بلادهم، وتعطاو لهم 3 ديال المباريات وماشي مباراه الافتتاحيه. وهذا هو الغلط اللي طاحوا فيه بزاف ديال الصفحات. غتعطيوهم المباريات الافتتاحيه ديالهم هما. مثلا الاوروغواي في الماتش الاول ديالها تلعب مع مصر، ما غاديش تلعب في المغرب ولا البرتغال ولا اسبانيا، غنلعبوا في الاوروغواي نيت. ونفس الشيء بالنسبه للارجنتين والباراغواي، يعني الدول الثلاثه ياخذوا غير 3 المباريات، وماشي مباريات مهمه، يعني غير المباريات ديالهم الاولى. غادي يكونوا قبل 10 ايام من كاس العالم براسو، وغيكون واحد الاحتفال على مرور 100 عام ديال كاس العالم في هاد الدول. والمغرب والبرتغال واسبانيا غيتلعبوا فيه اكثر من 100 مباراه، ومنهم الافتتاحيه والنهائيه. ولا قسمنا هاد المباراه بالتساوي غنلقاو كل دوله تقريبا غتنظم 30 مباراه، يعني 30 في المغرب، 30 في البرتغال و30 في اسبانيا. في الاعلان ديال فوز ملف في المغرب، اسبانيا والبرتغال قالوا باللي هو الملف الوحيد اللي كاين. فين هما الملفات الاخرين؟ كانوا جوج ملفات كينافسوا الملف المغربي، ملف ديال السعوديه، مصر واليونان. هذا الملف اللي لغاتو السعوديه باش تفسح الطريق للمغرب باش يربح التنظيم ديال هذا الكاس. ومباشره بعد اعلان بلي المغرب ربحت هذا الكاس، فهاد السعوديه براسها تحط ملف تنظيم كاس العالم 2034. كنتمناو ليها التوفيق وتولي ثالث دوله عربيه تستضيف هذا الكاس. وكاين ملف ديال امريكا الجنوبيه، وهو الملف اللي كانت كتفضلوا الفيفا باش تحتفل تما بمرور 100 عام على اول كاس عالم. ولكن بعد انضمام المغرب لملف اسبانيا والبرتغال، وبما ان اختيار البلد كيتم بطريقه التصويت، فما يمكنش هذا الملف ينافس الملف المغربي الاسباني البرتغالي. اذا فيفا لقات هذه التخريجه هذه باش يتنظم 3 دول، بالاضافه الاحتفال اللي يكون في امريكا الجنوبيه. اش من مدن غيتنظم هذا الكاس في المغرب؟ لحد الان باقي ما تحددش المدن اللي غيتنظم فيها هذا الكاس، ولكن في الملف اللي حطات المغرب كاينين 3 المدن: الدار البيضاء بملعب اللي كيفوت الساعه ديالو 93 الف متفرج، طنجه 78 الف متفرج اللي شفنا الملعب ديالها بدات فيه الخدمه، وكذلك الرباط اللي تعاود الملعب ديالها ازير. ولكن كاين مدن اخرى حتى هما مرشحين انهم يستضيفوا مباريات كاس العالم، بحال اكادير، مراكش وفاس، اللي غادي يعرفوا الملاعب ديالهم حتى هما اصلاحات كبيره. حيت فوزي القجاع قال بلي المغرب غادي يكون حاضر بسته ديال الملاعب في 6 ديال المدن المغربيه، ولمح التصريح ديالو بلي الفينال غادي يكون في المغرب، وبالضبط في التيران الجديد ديال كازا اللي غادي تبنى خصيصا لكاس العالم، زائد امكانيه تنظيم كاس العالم للانديه 2029 وكاس العرب. اش تستافد كاع المغرب الا نظمت هذا كاس العالم؟ هذا الشيء فيه غير خسران الفلوس. خاصك تعرف بلي كاس العالم ماشي ميتشان وتسليه، بل كاينين دول اللي نظموا كاس العالم من قبل وتقدموا سنوات بسبب هذا الكاس. اولا البنيه التحتيه، الدول اللي تستضيف كاس العالم فخصها ضروري تطور البنيه التحتيه ديالها. يعني هذا الكاس هذا كيتمثل واحد الحافز اللي غادي يجبر الدول انها تستثمر في البنيه التحتيه، شبكات المواصلات، ترانات، طائرات، فنادق، حتى الاتصال والانترنت. يعني المغرب خص ضروري يطور نظام الاتصال ديالها وتمشي ل 5 جي، يعني غادي نفوتوا 4 جي ونمشيو ل 5 جي كاول دوله افريقيه غادي تنتقل لهاد 5 جي من غير المداخل اللي تدخل الدوله اثناء كاس العالم. فان واحد الترويج كبير غادي يدار لديك الدوله، وغتستافد في المستقبل الطويل سياحيا. وبزاف ديال الناس ما كانوش كيعرفوا هاد الدوله غادي يوليو يعرفوها بسبب كاس العالم، وغادي يتمناو يجيو ليها. وهذا الشيء غير شويه من بزاف، وهذا الشيء اللي خلى الدول العالم كاملين كيتقاتلوا باش يستضيفوا هاد كاس العالم. اجي نشوفوا التدوينه ديال هاد خونا اللي سمى تنظيم ديال كاس العالم 2030 بالمأزق. كتلقى هاد التدوينه ملغومه وفيها رساله سلبيه على التنظيم ديال كاس العالم في المغرب. الحاجه الوحيده اللي انا نقول لهاد الناس هما يحاولوا يتعلموا من التجربه ديال المغرب مع اسبانيا مع البرتغال اللي خاضوا حروب كثيره واشهرها حرب الملوك الثلاثه، ولكن استطاعوا يتخطاو كلشي ويشوفوا في المستقبل، حيت عارفين بلي هاد الحروب والنقاشات والصداع ما غينفعهم بوالو. داكشي علاش اتحدوا وينظموا ب3 كاس العالم. كون ما كانوش المشاكل بينه وبين خوتنا الجزائريين وتوانسه، كان يكون تنظيم ثلاثي ما بين هاد الدول ديال المغرب الكبير. ولكن للاسف بسبب هاد النقاشات الثانويه وهاد الصداع اللي ما عنده حتى شي فائده، فما قدرناش ننظموه كاملين. داكشي علاش المغرب التجا للجيران الاخرين اللي كاينين في الفوق. حاجه اخرى خصني
خاصنا نستافدوا من هذا التنظيم هو ما نحقروش راسنا وما نستسلموش. تخيل من 1994 والمغرب كيقدم الترشيح ديالو كاس العالم وما نجحش، ولكن ما عمرو استسلم، ما عمرو سحب التنظيم ديالو لشي تظاهره. بالعكس وقت ما فشل كيقول غادي ندفع الطلب العام الجاي عاوتاني حتى تحقق هذا العام، وان شاء الله غيكون تنظيم تاريخي كما دارت قطر. وكما قال بيدرو روتشا رئيس الاتحاد الاسباني لكره القدم، سننظم رفقه المغرب والبرتغال افضل كاس عالم في التاريخ، وانا على يقين بلي هاد الدول قادره ديرها. ما تنساش قبل ما تخرج قلنا في كومونتير واش المغرب قاد هذه المسؤوليه، واش بصح غادي تنظم احسن كاس العالم في التاريخ في المغرب واسبانيا والبرتغال، واش ممكن في المستقبل نشوف واحد التنظيم مشترك ما بين المغرب وتونس والجزائر.